السلام عليكم. البصارة أكلة مصرية أصيلة وطعمها بيحكي عن البيت واللمة وروايح زمان. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وطعمها مظبوط من أول مرة. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي ونشوف طريقتنا عملناها ازاي. أول حاجة أنا عندي نص كيلو فول بصارة أو فول مدشوش. حطيت عليه بصلاية كبيرة قطعتها على 4، وطماطمية كبيرة برضو، وحزمة كزبرة خضرة قطعتها كده زي ما انتوا شايفين. وهحط عليها حوالي 4 أو 5، يعني من 5 ل6 فصوص توم كده على حسب حجمهم يعني. قطعتهم كده بالسكينة برضو. وهحط لها قرن فلفل كده حامي سبايسي، شوية ملح، شوية فلفل اسود، وهغطيها كده بالمية من الحنفية عادي. وهحطها على النار تغلي لحد ما تدخل معانا في السوا كده، ودوس عليها الاقيها اتهرت معايا. هشيل بقى قرن الفلفل ده، خلاص مش محتاجينه. وبعد كده هضربها بالهاند بلندر، هنعمها خالص كده وافرمها خالص بالطماطم والبصل اللي فيها عشان ما تبقاش فيها حاجه كده باينه يعني. لو ما عندكيش هاند بلندر تسيبيها تبرد شويه، وبعد كده في الشفشق الخلاط كده وتضربيها فيها. بعد ما اتاكد انها هي نعمت معايا كويس قوي كده خلاص، هظبط بقى الملح بتاعي. شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون، وشويه كزبره ناشفه، يعني معلقه صغيره من كل حاجه انا قلتها. طبعا الملح انت بتظبطي بتدوقيها كده وتظبطي الطعم بتاعها. هسيبها على النار بس تغلي كده غلوتين بالبهارات اللي احنا حطيناها كده. وبعد كده هجهز لها الطشه بتاعتها، معلقتين سمنه كده حلوين، وحطيت لها معلقه توم كبيره. واقلبها بقى لحد ما التومه دي معانا يعني لونها يصفر كده وتتحمر حلو. احط لها بس رشه فلفل اسود في التومه، واقلب فيها كويس لحد ما تصفر كده ولونها يحمر كويس. هنزل بيها على البصاره بتاعتنا على طول، تبقى ريحتها حكايه. خلاص كده هي جهزت. غرفتها في الاطباق، وحمرت شويه بصل كده لزوم الشكل يعني، وهي بتبقى طعمها معاه برضو حلو قوي البصل مع البصاره. وهنعمل شويه طماطم كده مخلل. دي كزبره خضراء ومعلقه هريسه شطه ومعلقه توم. هحط عليها شويه ملح، شويه كمون، شويه فلفل اسود، شويه كزبره ناشفه، وهحط لها عصره ليمونيه بس. وهقلبهم دول كويس قوي كده مع بعض. وبعد كده هحشي الطماطم بتاعتي بيها، بتبقى طعمها فظيع مع البصاره. اكله خفيفه وسهله، مش مكلفه. جربوها وبألف هنا.